السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، هو هنا في مقطع جاي يعني قبل ما نبدأ الفيديو. هو في مقطع جاي قبل مقطع. بداية المقطع كانت الطاسة بتاعت الكراميل آه، محطوطة، والمفروض هنعمل الكراميل، وبعد كده هنبتدي نشوف الحلو بتاعنا. تمام كده، عشان خاطر ايه محدش بس يتوه من بداية الفيديو. اولا احنا هنعمل مع بعض حلو سهل وظريف وحلو جدا جدا جدا. اولا دي سمبوسة عادية جدا من اللي احنا متعودين عليها. طبعا انا بلاقي اي نوع سمبوسة بشتريه عادي جدا. تمام جدا. تمام. اولا همسك السمبوسة وهبتدي ان انا اعلمها كده عشان اعرف ايه اقطعها زي ما انتوا شايفينها كده. تمام كده. يعني هقطع الواحدة اتنين بس، ايه، مش بالطول يعني، زي ما انتوا شايفينها بالورب كده، علشان خاطر اعرف الفها. تمام كده. طبعا انا حاطه طاسه حاطه طاسه فيها حوالي يعني اكتر من نص سكر، يعني اكتر من كوبايه، يعني اكتر من نص كوبايه سكر. تمام كده. لان المقطع ده هتلقوه في نص الفيديو، عشان بس ايه ما نتوهش من بعض. الطبق اللي هو الاحمر ده فيه قشطه، والطبق اللي هناك ده فيه دقيق، انا عاملاه بميه رباه يعني. ليه هنعمل دي؟ عشان هنلزق بيه الوصفة بتاعتنا. احنا هنقطعها وهنبتدي ايه نلفها بالشكل ده، وايه، والطرف الاخراني هنلزقها باي حاجة، بمعلقة، بايدك، باي حاجة. المهم ان انت ايه هتلفي الطرف ده كده وهتلزقيها، وده هيبقى بصوا شكله. طبعا هي اللفة هي كحاجة حلوة سهلة وسريعة جدا، لكن اللفة هي اللي بتاخد وقت جامد جدا. لو انت عايزة تلفي ورقة السمبوسة على طول من غير ما تعملي لها السمبوكسة دي او المثلث ده، عادي جدا. يعني ممكن تاخدي الورقة وتلفيها على طول، يعني تعمليها زي رول كده. بس هنا دي شكلها كانت حلوة جدا، يعني شكلها حلو قوي. لما تيجي تتحمر وتتقلي هتشوفي شكلها. هنا انا عملت قدامكم كام واحد، وطبعا قفلت الفيديو بقى وقعدت لفيت. بتبقى حلوة جدا في العزومات، وبتبقى حلوة جدا 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 آه للمقبلات يعني. بصوا هي حلوة في كل حالتها. طب احنا هنعملها حلو النهاردة. تمام، بس طب ينفع حادق؟ ينفع قوي ان انت تحمريها وترشي على وشها من فوق كاتشب للولاد، هيفرحوا بيها جدا جدا جدا، وزيها زي السنيكس. طيب ماشي، ينفع تقوليلي ان نعمل بيها كده زي صوص الجبنة؟ تحفة تحفة تحفة. يعني انا عايزة اقولك ان هي حلوة جدا جدا جدا. كل حاجة فيها بصراحة كانت حلوة قوي. طبعا هنا بصوا انا خلصت ال آه، كان السكر الكراميل ونزلت عليه بالقشطة. اولا دي قشطة لبن عادية جدا، انا شايلاها من على وش اللبن. تمام كده، عشان بس ايه تبقوا فاهمين. قشطة اللبن لما بتعملي بيها الكراميل، لما بيبرد الكراميل مش بتلقي فيه اللمعة اللي هي بدل الزبدة. تمام كده. وبرضو فكتها بشوية لبن. طبعا كل التكتلات دي انت هي مع الغليان هتفك، لان ده اصلا سكر. آه حتى انا فضلت يعني مرضتش ان انا افصل الكاميرا لحد ما ايه خلاص خلصت، وكانت في كتلة صغنونة جدا يعني. فبعد خالص ما يخلص خالص ويبرد، تقدري تحطي عليها معلقتين زيت عشان تلمع الكراميل.
تمام كده، عشان نبقى متفقين ان الكراميل بتاع القشطة مش لما بينشف او بيبرد مش بيبقى فيه اللمعة اللي هي بتاعة الزبدة. فانا بعد ما بيبرد خالص بحط عليه معلقتين زيت، لان دي ما جاتش في الفيديو. بحط عليه معلقتين زيت عشان يلمع شكل الكراميل، لا اكتر ولا اقل، يعني مش عشان اي حاجة تانية. المقطع هو دي بتاعت بداية الفيديو، اللي انا مقطع جه قبل مقطع. تمام كده، يعني هي دي كانت بداية الفيديو، اللي هو الطاسة وعليها السكر. هنا ده كده اكتر من نص كوباية سكر. ممكن تكون كوباية صغننة من اللي احنا بنشرب، مش الشوب، لا كوباية عادية من اللي احنا بنشرب فيها الشاي الصغيرة دي. طبعا هنا احنا خلاص كنا خلصنا الكمية. بصوا هنا ده طبعا ده كان الشكل بتاعها. ماشي، طبعا هي الورقة بتطلع كمية محترمة، يعني مش وحشة، بتطلع كمية حلوة. ممكن في اي عزومة بتعمليها كمقبلات وتحطي الصوص الكاتشب والمايونيز، وهتبقى حلوة جدا جدا جدا. جبت طبعا الحلة الصغيرة بتاعتي عشان ما احطش فيها زيت كتير، وابتدي اقلي. طبعا انتي بتحطيهم، على فكرة انا بحطهم كده قدامكم علشان تبقوا شايفينهم وهي بتستوي. لكن انتي بتحطيهم زي البطاطس كده وتفضلي تقلبي فيهم، هما مش بيفكوا على فكرة يعني. بصوا حتى هنا، انا بس ما رضيتش اكتر علشان خاطر انتوا تبقوا ايه يعني شايفين. بصوا شكلها. اما بنعملها اللي هي فيها الطرف السمبوكسة ده، لما بنقطعها كده لفتها، التدريجات اللي فيها دي بتبقى شبه الكرواسون، بتبقى حلوة، شكلها حلو قوي. كمان وانتي بتقدميها شكلها في الطبق حلو جدا. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا والفيديو عجبك، ياريت ما تنسينيش في اللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا هنا انا جبتلكوا واحدة قبل ما احط. بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا هي ناشفة من جوه، من بره مقرمشة وطرية جدا من جوه. هي ميكس غريب كده، حلوة جدا جدا جدا. طبعا هبتدي ان انا انزل بكمية تانية فكرة التقديم بتاعتك انتي، اي صوص حلو هيمشي مع الصوص فراولة، صوص الشوكولات، صوص الكراميل، اي صوص. انا هنا عملتها بصوص الشوكولات وصوص الكراميل. شكلها حلو جدا وهي في الطبق. لو عايزة ترصيها كمان غير كده براحتك. بصوا هي ناشفة من بره وطرية من جوه، حلوة جدا، طعمها حلو جدا جدا. عندي طبعا كريمة قابلة للدهن اهي، خفتها بمعلقتين لبن كده عشان ايه، آه اعرف انزلها يعني. طبعا انا رشيت كده عشوائي وحطيت في البولات الصغننين او الفنجانين الصغننين دول. انتوا بقى طبعا هتزينوا براحتكم، هتقدموا براحتكم، يعني الطريقة اللي تريحكم. انا عملت جزء بالشوكولات وجزء كراميل، الاتنين كانوا جنان. واثقة كمان إن صوص الفراولة هيبقى حلو. التوت لو عندك سكر بودرة وقرفة هتبقى وهم،
الحكاية. بألف هنا وشفا يا رب، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك ولا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة خفيفة وظريفة وما بتاخدش وقت، وطبعا يعني حركة تحفة تحفة تحفة. ده ألف هنا وشفا يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.